مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا مناح. رجعت لكم اليوم فيديو جديد. فيديو اليوم هو عن العيد اللي هو اليوم اول يوم من ايام عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله كل عام وانتم بمليون الف شريان خير يا احلى عالم بالعالم. فيديو اليوم هو عن العيد، بس عن شغله هيك تفصيل. في شيء بالعيد كثير غريب، انه فيها هاي الشغله عالم بتحبها بتعشقها، وعالم اصلا بتستنى عيد مشانها، وعالم بتكرهها اللي هي العيديه. انت بتكره العيديه اذا انت كنت عم تعطي عيديه، لانه انت كنت اكيد رح تكرهها. اما انت بتحب العيديه وقت تاخذ عيديه. العيديه شيء اساسي بالعيد، ما في عيد بدون عيديه. والعيد بيجي مع انواع العيد وحلوه، بس احنا لا، اليوم بدي احكي لكم عن العيديه. العيديه خلينا نشوف اساسها اسمها عيديه، يعني هي الشغله اللي بتنعطى بس بالعيد. يعني اذا واحد اعطاك مصاري مو بالعيد هي تسمى عيديه. العيديه فقط تكون بالعيد. وكل كبار امك ابوك يعني تقريبا عرف، صاروا شبه مجبرين انه هن يعطوا لاولادهم ولاولاد اخواتهم عيديه. العيد هيك مبدأه انه انت تصرف كل مصاري، يعني تصرف المصاري اللي معك عليك، يعني على حالك وعلى اهلك وعلى قرايبينك وما الى ذلك. يعني انت بتعطي عيديه بخص لك مصاري، هذاك اعطيته عيديه ما لازم تخلص مصاري بالعيد اصلا. هي العيد بس ناس بتلعب فيها، واحد بياخذ عيديه بخبيها وما الى ذلك. مو هذا اللي بدنا نحكي عنه هلا. بدنا نحكي عنه هلا كيف انت ممكن تزيد عيديتك وتزيد مصاريك بالعيد. اول شيء، انت لا تكون انت تحول غير انسان بالعيد، تحول لغير مخلوق. مثلا اذا انت بالعاده بتحب تقعد بالبيت او ما بتحكي من عائلتي، لا انت خلاص انسى شو انت، وركز معي وشوف انت كيف لازم تكون بالثلاث ايام تبع العيد على الاقل، او 3 ايام الايام انت ممكن تاخذ فيها عيد. نمبر 1، اولا انت لازم تكون في قصه هيك دائما مبتسم سعيد. يا انا هيك تكون دائما مبتسم، طاقه ايجابيه لكل العالم ولحواليك ولامك ولابوك ولاخواتك، كله هيك. هي اول خطوه، اذا عملتها بنجاح انتقل للخطوه اللي بعدها. الخطوه الثانيه واللي هي انه انت ولا مشوار يطلعوا اهلك ما تطلع معهم، لازم انت تطلع معهم مشان انت تثبت انه انت على الاقل موجود ويتذكروك. لازم بهذا المشوار تطلع تكون انت دائما هيك طبق الخطوه الاولى. اهم شيء انك انت تكون سعيد. الخطوه الاولى هي اهم خطوه. الخطوه الاولى وقت انت تعملها رح تاخذ مصاري من اهلك واهلك رح يحبوك ويصير العالم رح تحبك. بس خطوه ثانيه مشان تاخذ العيديه من عمك، خالك، الناس اللي قرايبينك يعني وما الى ذلك. اول شيء انت لازم تضل مع شيء حد من قرايبك تحط هذا عينك عليه، هذا تاخذ منه انت عيديه اليوم. تحط عينك عليه مثلا، بتضل مو طول الوقت يعني بتضل بالاماكن المناسبه معه، مو ضل لازق فيه دائما ولا تضل كثير بعيد عنهم. بس انت مثلا بدك عمك تاخذ من عيديه، بتعرف هيك عمك زنكي معه مصاري، انت بدك تاخذ من عيديه. اول شيء يقعد معه وقت انه يقعدوا الكل، وبعدين وقت يروح عمك لشيء قرنه يقدر هيك يساعده او شيء مثلا عم يحمل غاضري، انت قل له عمو انا بساعدك يعني كون بوقت انت وياه لحالكم، مشان مثلا يقول لك هيك يعني يا عمتي كيفك؟ بدك شي مساعدة يا عمتي يا حبيبتي؟ الله يرضى. أنا لي هدول. شكرا يا عمتي. الله يرضى عليك يا أمي. الله يسلمك. سلموا لي والله ولا شيء من فضلك. واذا عملت الخطوه الثانيه تاكد انه انت كمان ما تنسى الخطوه الاولى. يعني باختصار حاول ان انت تكون شخصيه مثاليه، شخصيه هيك العالم تقول بدنا منك، حتى لو انت بالعاده. هلو عني شاد، هلو عني يا هلو عني. الخطوه الاخيره والخطوه الثالثه كيف بتكون؟ هي انه انت لازم تخاطر شوي، يعني مو شوي، لا لازم تخاطر كثير. المخاطره اللي هي انه انت تروح تعطي مصاري لاخواتك او لاولاد خالتك او ما الى هنالك، بس انه تكون امك شايفك. يعني انت تعطيه هيك نفاق، يعني مو لوجه الله تعالى، تعطيه مشان انت تاخذ عيديه. نحن عم نعمل هيك مو مشان لوجه الله تعالى ابدا، هيك عم نعطيهم عيديه مشان نحن ناخذ عيديه ثانيه، مشان لا حدا يقول لي حرام ومو حرام. اذا بدك انت تعملها وتاخذ ثواب انت اعملها لوجه الله تعالى، بس انه اتبع الخطوات اللي حقول لك اياها مشان انت تكون عرفتها، يعني بس انت بقلبك لوجه الله تعالى. عرفتوا كيف؟ لازم تروح تعطيهم عيديه قدام امك او مو قدام خالتك. مو اذا بتعرف اولاد خالتك ما تعطيهم قدام خالتك، تعطيهم قدام امك. فانت بس اعطيت كل واحد 5 ليرات من 2 3 تيجي امك انت لازم تعطيهم ورق مفرطه، لازم ما تطلع تعطيهم ورق عشان تيجي مثلا تقول لك امك قديش حطيت لاولاد خالتك يا حبيبي مع سلسله صار كريم وكذا. والله ولا شيء يا امي، تسلمي في شيء
ما اعطيتهم شيء. تروح عندك هيك تمسك تعطيك مثلا 20 50 ليره، انت بتكون وقتها ربحت على الاقل قدر ما. اذا ما اخذت يعني استخوالفت كانوا اهلك كحتيت لهالدرجه، يعني انشر لهم اياها لكلمه كحتيت مشان هن يكونوا مو كحتيت ويعطوك اجابه. يعني باختصار اعطيهم عيادي، وبعدين انت هيك قدام امك، بعدين السنه الثانيه تعطيك، اول سنه حتى الله يعطيك. استنى. انت عطي وقت تعطي الله بيعطيك، لا الله بيعطيك. انت لا تعمل، انا عم لك لا تعمل وجه الله تعالى تبع هذيك انه تورجيه قدام امك، اذا تعمل وجه الله تعالى تورجيه قدام امك عشان ما يكون انا الي علاقه بالموضوع. وهي 3 خطوات اذا انت عملتها بضمن لك انه انت تاخذ عيديه، يعني بطفت الفلوس. شوف هدول اللي انا معي هون 200 ليره بصير معك قد الوقدود ان شاء الله اذا كانوا قرايبينك هون. ولا ننسى اهم شيء اخواتنا المغتربين اللي هن برات اوطانهم، اللي قرايبينهم مو معهم، اللي بياخذوا عيديه محدوده، اللي اهم شيء عيديه وهن ما بياخذوها لما عند قرايبين كان في عيدتهم من عموهم من اخوانهم بسلاحهم، فانا مو واحد. ولا تنسوا ان العيد هو الصرف، يعني انت العيد هو اساسا بدكم اول حتى تصرف الله بيعطيك. لا تخاف، يعني خلص خاطر هيك شوي مع لا تكون كحتوت زياده عن اللزوم، لا تكون مثل هذا الشخص انه اذا كنت هذا الشخص ما رح تاخذك يعني. وبس هذا كان فيديو نشاط، تكونوا استمتعتوا وانبسطتوا واستفدتوا كمان. احكوا لنا كل واحد ليش اخذ عيادي بالموضوع وانشروها هيك لرفقاتكم، هيك انتم هيك اصحك تنشرها اهلك اصحك، او لا انشرها بس هذا المقطع تبع كحديد عشان ما يكون كحديد، او يمكن يكون ردة فعل ثانية يعني يكون كحديد زيادة عن اللزوم. المهم شوفوا هذا الفيديو الماضي واشتركوا بالقناة من هون، وبحبكم يا احلى عالم بالعالم، ومع السلامة.